حزب الله لبنان إيراني، أنصار الله يمن إيراني. ترجم لنا عصام. ايوه لحظه. جهاد إسلامي فلسطين إيراني. قال لك انصار الله في اليمن ايراني، حركه حماس ايراني، حزب الله ايراني. بس هم دخلوا لكم اول شيء كيف يمهدون؟ اول شيء على اساس شوفوا الاخوان والحوثه يعني والشيعه وجهان العمله واحده، فهمت؟ اول شيء يخلوا الجماعات المتطرفه المتدينه، فهمت؟ هم اذا بالدوله ما يدخلهاش من موضوع شيعي، يدخل لها من موضوع انه سني. اخواني انت يا حبيبي المغربي اللي تتبع التيارات هذا، انت بحد ذاتك ضحيه، انت مجرد جسر عبور لهم دون ان تشعر. لا تتبعهم والله يضحكوا عليك ويعني ويلقموك العسل وتعيش الجو انهم على حق. 5 عواصم عربيه سقطني من هذا الباب، فهمت؟ يمجد لك الطريق، انتبهوا تنجروا ورا هؤلاء. انا والله يا جماعه لو كنت اعرف قبل سقوط الجمهوريه اليمنيه، لو كان ابي بيزج بابناء الوطن وهو ابي الى هذا المستنقع، والله لقتله وهو ابي. احنا تخيلوا انسلب علينا الحريه والكرامه والحقوق والدين، تفجرت مساجدنا وحرقين مصاحفنا، اخذوا رواتبنا، حتى التلقيح حق شلل الاطفال صار ممنوع في مناطق سيطرتهم. لله الحمد لولا المملكه العربيه السعوديه والتحالف وبينهم المغرب، واستعدنا 75% من الاراضي اليمنيه، لكانت اليمن كلها بيد الخميني. المناطق اللي تحت سيطره اولاد الخميني لا غاز، لا كهرباء، لا رواتب، لا حقوق. المساجد صارت فاضية. تخيل ان المسجد صار مرقص يرقصون فيه، يخزنون فيه، يعملوا الاشياء القبيحة فيه. ايش تتوقعوا؟ بس ليش هذا اسعد الشرعي ما يهتم بهالامور ويجي المغرب يقول لنا الملك وانتو التطبيع وكذا. ابن حرام. ايش تتوقع ابن حرام؟ لو ما شوف بقول لك يا ياسر، لو ما كان فيش رابط مشترك بين مثلا انا او اي واحد يكشف لكم اسعد الشرعي في اليمن، وانت حاولت بكثر استطاعتك انك توصل ما هو الغرض من اسعد الشرعي، وصلت للزبده ان هؤلاء يوصلوا لمنطقه معينه او دوله معينه، يبداوا يزرعوا الفكره هانها ويعملوا لهم تيار او يعملوا لهم حاضنه، وبعدين يبداوا يحرضوا. شفتوا؟ لله الحمد، احمد والله يا جماعه، وهذا اخر ما اذوق في الحياه. احمد والله به ياسر وامثالكم الواعيين اللي عرفتوا بهؤلاء. اولى ألع الناس، لانه ما بيش لازم يظهر لك التقيا، يظهر ما لا يبطن، يعمل نفسه ملاك وهو ابن حرام من الداخل، فهمت؟ هؤلاء عملية مخابراتية. انكشف خيرات عندنا في اليمن. بعدين اسعد الشرعي كان يتكلم على الحوثيين، بعدين خلاص مركز على الجزائر المغرب وما شابه ذلك. مش هو اسعد الشرعي بفريق كامل بيبان لكم، بس انتم بالطريقه هذا خلاص قبل ما توصلوا للاستنقاع فضحتوه. الان ما ينعد اي شيء هو ولا غيره. انا عصام انا اعطيك واحد وشوف انت شو بتظن عليه. انا اعطيك هذا الفتى السوسي هذا. مرحبا الفتى السوسي. اسمحوا لنا الاخوان، انا غندوز بعجاله عند الاخوان جميعا. سي علي بن طالب مرحبا، رانا كنشوفك راك نورتي المنصه عندنا، جزاك الله بخير. سيبا مراكش كذلك، مغرب الرجال، ودنون، جميع الاخوان. تفضل الفتى السوسي، كلمه مع عصام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا الأخ عصام، سمعت لك مقولات 30 ثانية بس يا ياسر، وآتي بالمعلومات والوثائق لكي يكون حوارا تداوليا. أعطي الكلمة لعلي وانتظر يا عصام، لا تنزل معي. أنا وياك اليوم حوار لنعلم من وين؟ اسمع لكي نعلم أي الحزبين
أشد قولا وأنصف قيلا. نعم أنت يمني عربي عاربي، لكن هذا الكم من المغالطات لا يجب أن تمرر على هؤلاء الناس الأبرياء. اعطي الكلمة لعلي وأنا سأعقب وأفتح الكاميرا لتكون مواجهة بيني وبين هذا الناصب اليمني. نعم. انا ناصبي. ايش ناصبي؟ الله يلا حرام عليك يا ياسر. اش بغيتي عند السوسي مسكين، اش بغيتي عند السوسي؟ انت من هذا، انت تتبع هذا الدجال خامنئي والخميني، انت من افراد هؤلاء. انا لم أبدأ الكلام اضرب يا عصام. وسترى اوكي أي ناس يبسك فيك. اوكي تفضل خلينا عند علي. دقيقة وأنا معك. دقيقة. أوكي. لحظة انت تتبع هذا الكلب. خلي عصام، خليك اعطيني مداخله ياسر على من يوجد السوسي. بلاتي عز الدين الله يرضي عليك. صبر معايا عز الدين، انت راك ولد الدار الله يرحم لك الوالدين. ديما السي بن طالب ما كياخذش حقه عندي. السي بن طالب نفس السؤال اللي داز عند السي بونمر. كيف ترى أن المليونية التي خرجت في المغرب استغلوها لشعارات معينة وانت أدرى، فمن بعدها جاء الإخواني مثلا خالد مشعل ليجيش المغاربة على ملكه. ماذا يقول علي بن طالب في هذا؟ تحياتي لك اخ ياسير، تحياتي الاخ عصام، الاخ عصام والضيوف ديال كلهم. اخ عصام كنت معه البارحة في لايفه، ومن حسن حظي انني كنت الوحيد من شمال افريقيا، وبالتالي كان نقاشا جيدا مع الاخ عصام. سأكمل ما بالامس وضحت للاخ عصام والاخوة اليمنيين في منصته مساوئ الشيعة، وشرحت لهم بالتاريخ وبالحجج الأضرار التي يمكن أن تلحقها إيران وأتباعها على مجتمعاتنا العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وسأستغل هذه الفرصة لأكمل له، لأن بالأمس لم أتكلم له إلا على إخواننا في الجزائر وعلى الحوثيين أو الشيعة. سأضيف لك الأخ عصام والإخوان الكرام أن الشيعة والإخوان ممكن السي علي تفاعل معايا الله يرضي عليك، تفاعل معايا صافي. أنا غنبدا خلي الشيعة حطينا الفتى السوسي سيتكلف، وعصام سيرد عليه بما يستحق، لأننا ما حضرنا الفتى السوسي إلا أعلم أن عصام خير من يرد على المعممين. نعم أنت على أي أخي؟ عطينا احنا بغينا نبقاو السي علي بن طالب، بغينا نبقاو في المغرب، لاننا كناخذوا دابا انا باش انا اكشف لكم يعني اللقاء كيف يعني ناخذ الخبره من اليمن. فهمتك اخي ياسير، فهمتك مزيان. شكرا اخي، فهمتك مزيان. تحياتي. الله يحفظك اخويا ياسير. شوف كذلك بالإخوان ومن